في الزمالك لا ترحل التفاصيل، بتفضل، ومع سنة بتعدي ومع سنة بتسلم سنة بتكمل بهجة شوارعها الضيقة وبيوتها القديمة اللي فيها حراس السعادة، زي المصممة المصرية زينب خليفة اللي بتستمد من روح المكان وريحة الزمان تصاميم مميزة للصيغة والزينة من باب بسيط في شارع جانبي في الزمالك بتبدع للعالم. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. الزمالك جميلة، تفضل الزمالك فعلا. الزمالك هي الزمالك برضه. ده حقيقي ده حقيقي. اخترتي ليه بقى يبقى مكانك هنا في العرض بتاعك ده؟ والله من 13 سنة ما كانتش المسألة فيها قهاوي وقهاوي كتير، فكان مكان هادي إلى حد كبير، وكان فيه محل هدوم هنا ومحل هدوم هنا، فقلت سهل للناس جدا. سهل بقى. وبعدين في أول الزمالك محدش هيتلخبط في العنوان، فبس وبرضه الصدفة إلى حد ما. الصدفة بتلعب دور كبير دايما في حياة الإنسان، يعني الصدفة هي اللي خليتك تتجهي لعشق الفضة والأحجار الكريمة. تيجي نبدأ القصة لا بقى. الحقيقة مش الصدفة دي. طيب مش صدفة. ها؟ لا دي مش صدفة. حلم. ده ولا حلم، ده أنا بنحت، بعمل بوست مودرن نحت ما بعد الحداثة، يعني من ليفت اوفر وموضوع اسمه انستليشن بيقوم على فكرة، وعملت كذا معرض كان ناجحين قوي. اول معرض انستليشن يتكلم عنه مصر كلها، يعني ناس مهمين كانوا كتبوا عنه، فانا جايه من باك جراوند النحت اساسا. بس يعني برضه في مشوار ما بين النحت وما بين عرايسي كلها كانت بتلبس صيغه. عرايسك كلها لازم تلبس صيغه. لا احكي لي بقى الحكايه دي. يعني انا كنت بعمل انستليشن زي الفرح البرجوازي معلش، فعملت العروسه والعريس بالظبط البرجوا المصري، فبالتيجان بالحلقان الالماس كله فالصو، يعني كله مش حقيقي. بس واضح انك حبيتي تزينيهم. ازينهم واقربهم من المشاهد عشان ما يبقوش حاجه يعني ايه ملساء كده مجرده. بالظبط. هي مش الانستليشن بتاعي ما بيبقاش مجرد، بيقوم على فكره وعلى قصه. بالراحه كده عايزين نقول انه في للصيغه فلسفه. الصيغه دي كلمه ما حدش بيقولها دلوقتي كمان، يعني دي بتاعت امهاتنا وجداتنا. صيغه يعني دلوقتي الحلي ودلوقتي يعني مش موجود. واكسسوار كمان. اكسسوار دي كلمه يعني بالنسبه لي مش صعب على الودن، صعبه عليا، لان المصاغ يعني ليها معاني. حتى في العربي انت بتصيغ الشيء، تصيغه ليك مخصوص. يعني المصوغات ممكن تصيغ البني ادم بشخصيته. ايوه تضيف لشخصيته وتتكلم عن شخصيته، تبقى معاه. طيب خلينا نرجع معاكي، تحب نرجع كام ألف سنة ونشوف الصيغة في حياتنا المصرية كانت بتمثل ايه؟ لا بتمثل تمائم، بتمثل شعائر دينية، بتمثل قرابين، بتمثل لو أنا عايز عطاء، لو أنا عايز أتقرب للملك أو للصفوة، بتمثل كهدايا. بتمثل زي ما أنا قلت قرابين دينية، دي مهمة جدا جدا. وستيت للمكانة للشخص اللي بيلبس ايه، مصاغه شكله ايه. هتلاقي الامير مختلف عن الفرعون، مختلف عن الخدم، كان ليهم مصاغ كله متسجل على الجدران. لما تحبي تغذي عينيكي بالثقافه القديمه، الصيغه القديمه بتاعت اجدادنا المصريين، بتروحي فين المكان اللي بتروحيه؟ بروح المتحف القديم عشقي. بتروح المتحف واقعد مع توت عنخ امون كده وابص، وعمري ما صورت ولا توت عنخ امون خلاص هيبقى في المتحف الجديد. بس انا بقول لك بقى القديم ده عشقي بجد. وتتفرج على الخواتم المنحوته، وتتفرج حاجه غريبه جدا، الازرق ما كانش عندنا لابس، احنا كان عندنا فاروز عقيق، ما كانش عندنا لابس، او يمكن بقى كان في مناجم واحنا ما نعرفهاش، بس ما كانش موجوده في مصر يعني. بس كانت الحاجات المتطعمه بالازرق وجماله والمينا لحد دلوقتي ابهار.
في ابهار بجديه يعني. يعني بغض النظر عن الواحد يبقى عنده، هيبقى صانع او مبدع في الصيغه، يروح يبص ويتفرج علشان يزود ذوقه في الجزئيه دي. ده حقيقي جدا، ده حقيقي جدا.